السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة مشتريات الشهر من الفراخ. هقولك أفكار إزاي تقسمي الفراخ لأسرة مكونة من 6 أفراد. 6 أفراد كمان منهم شباب، لكن لو أسرتك 6 أفراد وفيها أطفال أو الأسرة 4 أفراد أو 3 اللهم بارك هتعملي وجبات أكتر بكتير. بس لو أول مرة تشوفيني أنا أميرة أبو المجد فضلا وليس أمرا، ما تنسيش تحطي لي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. بس الأول كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا النهاردة كده جايبة 4 فرخات. ال4 فرخات دول أنا هطلع منهم وجبات زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. أنا الفيديو ده مش عاملة مضاعفة كمية في أي حاجة. الفيديو اللي فات أنا كنت عاملة مضاعفة كمية الفراخ فطلع معايا اللهم بارك وجبات كتير، وكمان الفيديو حلو جدا أنا هسيبه لكم في أول تعليق مثبت. في أفكار حلوة، الأفكار ديت طلعت معايا وجبات ياما اللهم بارك، تنفع دلوقتي لو انت طالعة مصيف أو طالعة رحلة أو هتقضي يوم بره أو عندك مثلا ضيوف بيرمي معاكي كمية محترمة. لكن المرة دي أنا مش مزودة الكمية خالص، فراخ بس، وهوريكي التقسيمة إزاي أنا مقسماها. طبعا الأسعار بتكون مختلفة من مكان للتاني. أنا سعر الكيلو عندي 89 جنيه. الفرخة عملت معايا بالظبط 170، يعني 2 كيلو إلا حاجة بسيطة. أنا كنت عايزة الفرخة تكون حجمها أكبر من كده، بس هي ده كده كان أكبر حجم موجود عنده. 89 جنيه الواحدة عملت معايا 170. ال4 فرخات عملوا معايا 680. لو كان الحجم أكبر كان هيطلع لي كمية أكتر، بس اللهم بارك يعني الحجم بتاعها مش وحش وطلع لي كمية محترمة زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. طبعا بتقسمي على عدد أفراد الأسرة والحاجة اللي بيحبوها. تمام. أنا دلوقتي ما اشتريتش بانيه لأن كيلو البانيه عمل معايا 200 جنيه. هو بيقول لي 200 جنيه، طب أنا الفرخة عاملة معايا 170 جنيه، واخدة فيها كبدة وأنصة وجوانح ووراك. فأنا بالنسبة لي لما أجيب فرخة كاملة طبعا بسعر ال 200 جنيه ده، أجيب فرخة بال 200 جنيه أفضل ما أنا ما أجيب كيلو من البانيه. وبالنسبة للجوانح، الجوانح ب 100 جنيه. تمام. لكن انا بقول لك الفرخه 170 فيها جناحين فيها كبده فيها قنصه. فانا بتكلم عن نفسي، انا لما جربت وشفت الاسعار لا يبقى الفرخه افضل لي بكتير، هطلع منها كذا حاجه. لما كمان بتجيبي فرختين او 3 أو 4 كده بتطلع معاكي، بترمي معاكي. يعني انا دلوقتي كده ال3 فرخات اللي انا قطعتهم، الفرخه الكامله دي لوحديها هوريكي كمان هقطعها ازاي. اما ال3 فرخات فيهم 6 وراك، فيهم 6 جوانح، 3 كبد، فبيرمي معايا كمية أعرف أقسم، غير لما بجيب فرخة واحدة واجي أروح مقطعها وعاملاها على أكلة واحدة. دلوقتي انت هتشوفي ال3 فرخات لوحديهم طلعوا لي كام وجبة، والفرخة كمان طلعت منها وجبتين. انا بصراحه بتكلم عن نفسي، انا يعني حسبتها لقيت لما اجيب الفرخه كامله زي ما بقولك بيبقى افضل بكتير ان انا اجيب بانيه واجيب وراك لوحديها. لا، الفرخه كامله اوفر بكتير. تمام. هنقسم، تشوفي كده التقسيمه دلوقتي هنشوفها هنقسمها ازاي. بس طبعا احنا مش بناكل فراخ بس، احنا بناكل مره فراخ مرة لحمة مرة سمك. أنا بتكلم عن نفسي أنا، يعني في الأيام العادية كنا بناكل وجبتين في الأسبوع من الأكلات الموفرة. دلوقتي مفيش بقى حاجة اسمها أكلة موفرة، فبنحاول دلوقتي الله المستعان بناكله 3 مرات أو 4 مرات كمان في الأسبوع أكلات من غير لحوم. خلاص، لأن في أكلات المفروض اللي كانت موفرة دلوقتي مكلفة برضو. تمام. انا بتكلم عن نفسي، كل واحد بيتكلم عن امكانياته، عن الفلوس اللي بيبقى ماسكها في ايده، عن الحاجه يعني اللي ولاده بيحبوها. فهنحاول ان احنا نقسم، مره فراخ مره لحمه مفرومه نعملها برضو بطريقه كده حلوه، مره سمك، 3 أو 4 مرات أكل من غير لحوم، صينية بطاطس وشوية رز، أي نوع طبيخ وشوية رز أو بالعيش. أنا معايا هنا الجنزبيل معلقة واحدة بس بحطها كده. الجنزبيل بيضيع أي ريحة زفارة في أي طيور. ده معايا هنا ده قشر البرتقان، أنا ما برميش حاجة الحمد لله. قشر البرتقان، أنا البرتقانة الأول بغسلها وبعد كده بقشرها، ما برميش بقى القشر.
القشر زي ما انتوا شايفينه كده بحفظه في الكيس وبحطه في الفريزر. اي نوع من انواع الطيور انا باجي اغسلها بحط كده قشر البرتقال او قشر الليمون، ولا بحط خل ولا الكلام ده كله. انا كده سبتهم في الجنزبيل وقشر البرتقال، بس نتاكد ان الميه مغطياهم. نحاول كده اللي احنا نقلبهم، الباقي كده بشيله تاني في الكيس وبحطه في الفريزر. خلاص. لازم كده نخليهم كده متغطيين بالميه والجنزبيل، وهنسيبهم بس لمده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق باخدهم بقى كده تحت الحوض، بغسلهم غسلة محترمة. احنا ما غسلناهمش ولا شطفناهم، احنا خدناهم من الطبق حطينا عليهم الجنزبيل وقشر البرتقال، سبتهم 10 دقايق، وبعد كده تحت الحنفية بقى في الحوض، وابتدي اللي انا اغسلهم كويس قوي واشيل منهم اي زوايد. كل الحاجات اللي بيبقى فيها زفارة دي بتتشال. وبعد كده بعمل مية تانية نظيفة، بحط فيها معلقة من الدقيق، وبعصر ليمونة وبسيب القشرة بتاعتها فيها. تمام. لو ما عنديش ليمون باخد قشر الليمون وبحطه تاني، او ما عنديش باخد قشر البرتقال. بس انا جايبه الفراخ جبت معاها ليمون، وانا جايه ادوب بقى كويس كده الدقيق في الميه، واسيب قشر الليمون، وابتدي ان انا انزل قطع الفراخ. بصوا هنا معايا الجوانح، وهو بيطلع لي الصدر سايب لي قطعه العظمه وقطعه لحمه فيها، مش بيطلعها لي جوانح زي احنا بنجيبها الجناح لوحده فقط. يعني انا اللي طلبت منه كده علشان لما اجي اعمل الجوانح هما 6، فانا هعملهم ال6 هما كده لوحديهم كده وجبه، فهيبقى الجناح فيه قطعه من اللحم. بالنسبه للانثى بنشيل بقى، بيبقى فيه دهون طبعا، بتتغسل كويس من الناحيه دي، والناحيه التانيه بيكون فيها دهون. شيلي الدهون كويس وتخليها كده زي الفل. ودي طبعا دي احنا لسه هنغسلها تاني. الطيور بالذات لازم تديها فرصتها في الغسيل وفرصتها في النقع. المية الأولانية اللي فيها الجنزبيل والليمون قشر البرتقال، وانا بشطفها بقى تحت في الحنفيه، تحت الحنفيه في الحوض، مفيش بقى الجزء ده اللي هو بيبقى مزفلط كده، مش موجود، راح خلاص من الجنزبيل وقشر البرتقال. دلوقتي كده هسيبها بقى في الدقيق والليمون، هتبقى زي الفل بعد كده وتتشطف كويس. بشيل الزوايد اللي موجوده، يعني في المكان اللي انا وريتهولك في الورك ده بيكون فيه جزء كده برضو بتخلص منه، وابتدي بقى ان انا اقطع الورك على 2، الدبوس وبقية الفخدة دي كده. ايوه، اهم حاجة الزوايد بتتشال، يعني ما بتتكليش طبعا على الراجل، انتي بتغسليهم كويس قوي. وبالذات الطيور، اي حاجة فيها انتي مش حباها بتبتدي ان انتي تتخلصي منها، الريش الكلام ده كله. ولسه بقى هنسيبها في المية بالدقيق بالليمون عبال ما احنا بنقطع بقى كل الحاجات اللي احنا جايبينها دي، يعني هيقعد لهم مثلا ايه 10 دقايق تانيين. وبعد كده هنغسلهم تاني برضو بمية جارية، ويبقوا كده يعني الريحة بتاعتها تبقى جميلة وريحة حلوة كده، وقطعة الفرخة في ايدك قشطة بيضة كده. ولازم تكون المية مغطية قطعة الفراخ، خلاص لازم تكون مغطياها. اعملي طبق 2 3 مش مهم، المهم ان هي تبقى متغطية من المية والدقيق والليمون، والحاجات دي هتخلي ريحتها حلوة. قطعنا ال6 اوراق على كام؟ على 2. معايا بقى الفرخة الكاملة اللي انا حطيتها لوحديها. انا دلوقتي هقطع الصدر على 4 زي ما انتي شايفة، قطعة والتانية، ومن عند الجناح باخدها من الجنب، وفي بقى اي ريشة اي حاجة بشيلها. الورك بقى معايا هقطعه على 3، ادي الدبوس، ومن هنا كده بصي بتتنيها بتلاقي العظمة طلعت معاكي، تسلكي من اليمين والشمال، خلاص هي بدل ما فصلت بسهولة جدا. حتة العظمة اللي في الجنب دي فيها لحم اهي. يعني انا كده قطعت الصدر على 4 والورك على 3. الورك التاني اهو، اول ما بتتكي بتطلع العظمة في ايدك، بتفصل من العظمة التانية كده. الورك معايا على 3 والصدر على 4، يعني نص الفرخة طلع معايا 7 قطع، الفرخة الكاملة طلعت معايا 14. ادي قطعة التانية. وبصي بقى بالحتة اللي عند الجناح باخد الحتة اللي فيها اللحم واقسمها على 2،
دي كده فرخة كاملة. عشان كده دي انا ما طلعتش منها الصدر. دي هنعمل بيها ايه؟ هنعمل الفراخ الشيش المشوية اللي هي بالعظم، وهنعملها بطريقة سهلة من غير ما تخش فرن ومن غير فحم ومن غير الكلام ده كله. بصوا بقى، بنيجي بقى الفصوص بتاعة الفراخ. زي ما بقولك بقى، لما بيكون عندي 3 فرخات كده بعرف اطلع منها. انا كل فص هطلع منه قطعتين بس بانيه، لان الفص ما فيهوش لحم كتير. انا بقولك جايبه الفرخه 2 كيلو الا. طبعا لو 2 كيلو او 2 كيلو وربع ونص هطلع منها بانيه اكتر. فكل فص طلعت منه قطعتين 2 بانيه بالراحه كده. السكينه تكون حاميه وانتي ثابته بايدك وبتمشي، هتحسي بالسكينه ماشيه تحت ايديكي، هتطلع قطعه البانيه حته محترمه على بعض. وبتبتدي بقى اللي انتي تشكلي الحتت الصغيره دي هنعملها كفته، هنعملها شاورما. والحتت اللي هي بتطلع معايا طويله دي هنعملها اللي هي صوابع الفراخ المقرمشه. القطعه اللي هي مقلبظه دي لا، هنعملها شيش طاووق. فطبعا بيطلع معاكي حسب ما انتي حسب القطعه في ايدك، يعني ملهاش مقدار. انتي ماسكه الفص في ايدك فهتطلعي منه، تقطعي كده وحسب ما بيطلع معاكي زي ما انتي شايفه كده. فطبعا لو انتي جبتي فرخه واحده مش هيطلع من الصدر حاجه يعني، او فرختين برضو مش هيطلع حاجه. لكن لما بتكوني جايبه 3 فرخات ولما بيكون وزنها كبير بيطلع معاكي. بصي هنا بقطع واروح حاطه، انا شطفاهم كويس قوي دول فصوص الفراخ، انا شطفوها كويس قوي. وبعد كده قطعت وحطيت في المصفى وعطيتهم شطفه وهم في المصفى. انا ابتديت بقى ان انا اقسم بقى كده. طلع معايا 7 قطع من البانيه، وطلع معايا طبق من الشيش طاووق، وطبق تاني من صوابع الستريبس، وادي طبقين من الفراخ اللي هم الشيش. وطلع معايا 6 اوراق حطيتهم وجبه واحده. وهيطلع بصوا في طبق الصغير اللي معايا ده اللي هو قطع الفراخ اللي هي اتهدرت. بصوا طبق صغير طبعا مش هينفع يتعمل شاورما. قطعه لحمه قدهم، لحمه مفرومه قدهم، حته اقل من الربع، هعمل منها كفتة رز. يعني بصوا هيبقى ليها افكار وهوريكم الافكار كلها. طبق كبد وقوانص يتعمل منه وجبة محترمة لوحده. ادي كده بسم الله ما شاء الله اكتر من 10 اكلات من 4 فرخات. وزي ما بقولك لو عدد اسرتك اقل او عندك اطفال صغيرة اللهم بارك هتطلعي اكتر بكتير. ان شاء الله كده هنعمل الوجبات دي مع بعض بطريقة برضو موفرة وطريقة كمان صحية. يعني البانيه ده ان شاء الله هنعمله مشوي. الفراخ ديت الشيش هنشويها من غير فرن من غير فحم بطريقة سهلة جدا وكمان تكون سريعة وبسيطة قوي. ويعني هنعمل شوية أفكار كده إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. بس لو أول مرة تشاهدوا القناة ولسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.